احنا الحمد لله مصر اطلقت اول دورة للمهرجان المصري للزيتون في الفترة من 1/12 ل5/12، وكان في مشاركة كبيرة من المنتجين المصريين، سواء كانوا مزارع كبيرة او مزارع صغيرة، شركات اسمدة، شركات ليها علاقة بأنظمة الري، شركات الميكنة الزراعية، حتى شركات المختصة بشهادات الجودة وشهادات الأورجانيك كانت موجودة. النسخة كانت موفقة جدا، كان في إقبال جماهيري كبير على المهرجان المصري للزيتون، وكان في زيارات دولية كتير. احنا رصدنا وتعامل معانا ناس من البرازيل، من الأرجنتين، من المغرب، من الجزائر، من الأردن، من السعودية، ومن اليابان. كان في زيارة من اليابان. في ناس كتير جت للمهرجان وعمل أصداء دولية كبيرة جدا. ان شاء الله السنة الجاية تبقى الدورة اكبر من كده بكتير، ويبقى التجهيز ليها اقوى، ويبقى في عدد مشاركين اكتر، وفعلا تتحط على الاجندة الدولية لمهرجانات الزيتون في العالم. بالنسبة للمهرجان الزيتون، احنا اول ما بنخلص الدورة بنبتدي التحضيرات للدورة الجاية. وفعلا احنا حددنا موعد السنة الجاية، موعد مقترح من 23 ل 26 نوفمبر. ونسبة 26 نوفمبر هو اليوم العالمي للزيتون، فكان الاقتراح يبقى آخر يوم في المهرجان هو الاحتفال باليوم العالمي للزيتون. إن شاء الله الدورة الجاية زي ما قلنا هتبقى دورة دولية محطوطة على أجندة الاتحاد الدولي للزيتون، عشان يبقى في تنسيق بينها وبين الفعاليات اللي بتحصل في العالم كله. وهيبقى عندنا خبراء دوليين ولجنة تحكيم دولية فيها أعضاء دوليين يعني. وإن شاء الله تبقى دورة ناجحة، ويعني تعود باستثمارات كبيرة في قطاع الزيتون في مصر إن شاء الله.